رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم فيديو حلو جدا، هنعمل مع بعض كذا وصفه ينفعوا ان انت لو عندك عزومه تعمليهم مع بعض. يعني هديكي افكار خدي منها اللي يناسبك، وهنعمل كمان معاهم نوع حلو سهل وبسيط وينفع في الجو الحر ده. تعالوا بينا نسمي الله ونخش يمكن نشوف معانا اول وصفه. معانا هنعمل العكاوي او العكوه او ديل العجل كده زي ما انتم شايفين. ده جزء بيكون موجود في الذبيحه. انا جبته وغسلته كويس قوي، غسلته بالميه والملح والليمون وسبته يتصفى اهم حاجه من الميه، واتاكدت ان هو نضيف وزي الفل. الحاجات دي اهم حاجه فيها انها تتغسل وتتصفى من الميه كويس جدا عشان يعني ما تحسيش فيها باي زفاره نهائي. ما تحطيش فيها خل خالص. الخل يا جماعه بيثبت ريحه الزفاره. مش كل حاجه ينفع نحط فيها خل. الليمون احسن 100 مره، والاحسن والاحسن انت تحطي معلقه طحينه، بتفرق جدا. تعالوا بينا اول حاجه نسمي الله كده. معانا حله على النار، حطيت فيها معلقه من السمنه ومعاها معلقه من الزيت عشان ما تحرقش معايا، ونزلت باللحمه بتاعتي كده. الحله عندي ما كانتش هتقضي معايا الكميه كلها، فابتديت اشوح نص الكميه، ولما اتشوحت خدتها على جنب كده وحطيت وشوحت الباقي، وحطيت معانا جزرايه كده زي ما احنا شايفين، ونزلنا بالبهارات بتاعتنا السليمه او الحصى اللي هي ورق لورا بقى وحبهان وكبابه صيني وفلفل اسمر، كل ده يعني سليم. وبعد كده نزلت بنص معلقه صغيره من السبع بهارات. هتغير معايا ريحه اللحمه كده وتديها ريحه حلوه وهي بتتشوح. طبعا حطينا كمان فلفل اسمر بيبقى حلو جدا. وابتديت ان انا اشوح فيهم لحد ما اتشوحت معايا كلها. بعد كده نزلت عليها بميه سخنه، ضروري ان احنا ننزل عليها بميه مغليه. شفتوا بقى شكل الشوربه من قبل ما تغلي ولا قبل حاجه؟ شكلها حلو جدا لان احنا متابعين معاها الخطوات مظبوط. بعد كده هغطي عليها واسيبها لحد ما تغلي وهدي عليها النار ونرجع لها تاني. على بقى ما العكاوه بتاعتنا تستوي يكون عملنا معانا النوع الحلو بتاعنا. نمشي بالترتيب كده، هتجهزي حاجتك ومش هتحسي ان انت تعبتي ولا حاجه، وطول ما انت منظمه وقتك هتبقي تمام. اول حاجه زي ما احنا شفنا كده، جبنا بوله حطيت فيها بيضه واحده، نص كوبايه سكر عليها يعني معلقه صغيره من الخل، وضربتهم بالمضرب السلك عادي جدا. لا احتاجنا خلاط بقى ولا مضرب ولا اي حاجه. نزلت عليهم بكوبايه دقيق، عليهم 3 معالق كاكاو خام، معلقه كبيره من البيكنج باودر، ورشه ملح، وبس كده. هنقلب الكلام ده كله على بعضه. طب هتقولي لي مفيش لبن، مفيش زيت، مفيش اي ماده سايله؟ لسه هنشوف مع بعض هنعمل ايه. بعد ما قلبتهم كويس قوي واختلطوا كده مع بعض، شايفين العجينه شكلها تقيل او الخليط بتاعنا تقيل. هنجيب بقى بوله عندنا ونحط فيها نص كوبايه من الميه العاديه من الحنفيه، عليها نص كوبايه من الزيت، وهناخدهم نغليهم. دي خطوه مهمه جدا، لازم ان الخليط عندنا يكون مغلي. ما تخافيش، مش هيجرى اي حاجه للعجينه، هيديكي كيكه ناعمه، كيكه طريه، كيكه بصوا سوفت كده حلوه قوي. كل ما تقعد معاكي كل ما تبقى جميله. هبتدي اقلبهم كويس قوي زي ما انتم شايفين كده لحد ما كل الخليط بتاعي يندمج ويبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. انا هحطه هنا في قوالب، يعني كل قالب منفصل كده لوحده. تقدري تحطيها طبعا في صينيه بس هتبقى مقاس 20، يعني الكميه دي هتبقى في صينيه صغيره عشان تديكي الارتفاع المناسب. هنا انا معايا 4 طواجن كده، بديهم مسحه من الزيت علشان الكيكه عندي ما تلزقش. هي كده كده هتبقى في تقدم في قلب القالب نفسه يعني او الطاجن نفسه، بس عشان خاطر وانت بتاكليها برضو تضمني انها ما تلزقش معاكي. اديته مسحه بسيطه من الزيت، وبنزل بقى بالكميه المناسبه لكل طاجن كده. انا مش عايزه امليه على الاخر لان هي لسه هتنفش معانا لما تدخل الفرن، لاني لسه هحط عليها صوصات ولسه هحط عليها حاجات هتنقلها في حته تانية خالص. بعد كده هم عملوا معايا ال4 طواجن دول، وكمان في طاجن صغير فضلت معايا كميه كده حطيتها في طاجن اصغر. الطواجن دي كبيره من اللي هي بتاعه الرز المعمر بقى. ده طاجن من بتاع الزبادي، يعني الكميه كوبايه واحده بس من دي عملت معاكي 5 طواجن كده، حلوه جدا تنفع للولاد بقى تتحط في التلاجة كده ياكلوا منها كل يوم. بجد كيكه جميله جدا، زي ما قلت لك تنفع تعملي منها تورته، تنفع تعمليها كيكه صينيه واحده تبقى كيكه بالشوكولاته، حلوه قوي. دخلتها الفرن على درجه حراره 180. انا اول ما ابتديت اشتغل في الكيكه كنت مولعه الفرن. طبعا هي مش هتاخد وقت معانا ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير، لان الكميه عندنا او حجم الكيكه صغير فيستوي معانا بسرعه. انا حطيتهم على صينيه الومنيوم علشان طبعا اعرف اشيلهم واطلعهم، وكمان عشان اضمن ان هم ياخدوا كلهم تسويه مناسبه، لان احسن تسويه بتاخديها من الالومنيوم، بيوزع الحراره افضل حاجه يعني. حطيتهم ولما طلعوا سبتهم طبعا يبردوا قبل ما اسقيهم باللبن كده. انا هنا معايا نص كوبايه من الحليب، عليها معلقه من السكر. وانا خدوا بالكم ان انا مقلله السكر عشان نعمل حساب الطبقات اللي احنا هنحطها، علشان الحاجه ما تبقاش مسكره قوي تصدك، يبقى الحلاوه بتاعتنا تبقى معتدله.
بعد كده ضربت بقى، ما جبتش معاكم الخطوه دي بصراحه علشان ما اطولش الفيديو. بعدين سهله جدا، معايا كوبايه من الكريمه الخام، كريم شانتيه خام، حطيت عليه كوبايه الا ربع من اللبن الساقع جدا او الميه المتلجه اللي يناسبك، ومعلقه واحده من السكر. زي ما قلت لك انا هنا يعني باخد بالي كويس قوي ان الحلاوه عندي تكون مناسبه. وضربتهم في المضرب الكهربائي او بالمضرب الكهربائي او العجان اللي عندك بقى، لحد ما يبقى القوام معانا زي ما انتم شايفين كده. وحطيتهم في كيس حلواني وابتديت افردهم على وش الكيكه بعد ما سقيتها باللبن اللي كان معانا. بعد كده عندك اي صوصات بقى موجوده تقدري تحطيها. انا كان عندي بديل النوتيلا دوت، حطيت عليها معلقتين، كان اخر حاجه طبعا في البرطمان. حطيت عليهم معلقتين كبار من الزيت، ولا سيحتهم على حمام مائي ولا دخلتهم حراره ولا اي حاجه. هي مجرد ان انت هتضيفي لها معلقتين من الزيت، طبعا يكون زيت طعمه حلو، ده ضروري عشان ما يغيرش معاكي طعم الشوكولاته. وهنا كان عندي شوكولاته كنت مسيحاها قبل كده، طلعتها سخنتها على حمام مائي كده لانها كانت موجوده عندي في التلاجة. وابتديت بقى، وكان عندي زبدة لوتس، اللي موجود عندك حطيه. ما عندكيش كفاية الكريمة وتزينيها بكريز، تزينيها بأي شوكولاتات من الموجودة، أي حاجة عندك. التزيين ده اختياري، أهم حاجة إن الكيكة عندنا عملناها بمنتهى السهولة، وإن شاء الله تعجبكم. نرجع بقى للعكاوي بتاعتنا. احنا طبعا سايبينها بتستوي معانا خلاص، طبعا هي دخلت على سوا. انا يعني حاولت ان انا انظم لكم الخطوات كده واحده واحده. هنا جبت وok كده او صينيه كبيره، حطيت فيها حوالي نص كيلو من البصل. الاول حطيت فيها زيت، وبعد كده حطيت بقى البصل ده قطعته شرايح كده، وابتديت ان انا اشوحه كويس جدا. اديته رشه من الملح عشان انا عايزاه يدبل وينزل ميته، عايزاه يستوي معايا قبل ما انزل عليه عشان بصوا يبتدي يتكرمل كده وينزل المادة السكرية اللي فيه. بعد كده قطع عندك بقى قرن فلفل حامي بارد اللي يناسبك. انا قطعت كده بيديها ريحه حلوه جدا. كمان كان معايا فصين بس من الثوم، حطيتهم في المفرمه كده ونزلتهم. كل الحاجات دي هتديني تيست كده من بعيد. انا مش عايزاها تكون تقيله، الجو حر، انا عايزه بس اخد الطعم والتيست بتاع التوم بتاعه بس كده من بعيد، مش عايزه الحاجه تكون تقيله. بعد كده نزلت بالبهارات بتاعتي، معايا معلقه كبيره من البابريكا، معايا معلقه كبيره من الكزبره، معايا معلقه من الكمون، وكمان رشه من الفلفل الاسمر. ابتديت اقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما نتاكد ان البصل والفلفل ابتدى يتشوح معانا كويس قوي. الخطوه دي هتفرق جدا معاكي في ان كل ما يعني تبتدي ان انت تنظمي حاجتك وتقلبي كل حاجه بالراحه وتديها وقتها في السوا. هنا انا كان عندي صلصه في الفريزر، طلعت كده كيس من الصلصه وابتديت اخد منه على قد ما انا عايزه. انا مش عايزاها برضو تكون فيها صلصه كتير. حطيت لها معلقتين 3 كبار كده، وابتديت اقلبهم مع البصل، وكل ده النار بتاعتي هاديه. وابتديت اطلع بقى العكاوي بتاعتي، اتاكدت انها استوت. يعني بصوا فاضل فيها نسبه 10% او 20%، بس تاكدي انها مستويه عشان ما تاخدش معاكي وقت طويل في الفرن. طبعا اللي حابب يحطها من الاول في الفرن هتاخد معاكي وقت ساعتين مثلا في الفرن. فانا بفضل وبشوف انها احسن ان انت تسويها كده، هيبقى عندك شوربه حلوه جدا. كمان هتتاكدي انها استوت وتعملي الخطوات دي، هتاكلي احلى طاجن عكاوي كلتيه في حياتك. بجد الطريقه دي من اجمل الطرق اللي جربتها، وما بعملهوش بصراحه، ما بعتمدش غيره. بعد كده نزلته على الخلطه اللي احنا عملناها الحلوه دي، وبعدين اديته كده كبشتين 3 من الشوربه علشان يبقى فيها صوص كده تقدر تخش الطاجن بتاعي يخش الفرن ويستوي كمان، والصلصه بقى تخش مع اللحمه وكل حاجه. هنا جهزت الطاجن بتاعي كده، وطبعا طول ما انت شغاله ايدك في الحاجه كده وترتبي حواليك المطبخ هتلاقي الدنيا زي الفل. هنا ابتديت اخد كده اللحمه واحطها في الطاجن عندي. الطاجن ما بيدينش اي حاجه، مش محتاج اصلا. نبتدي ناخد كده ونحط نرص اللحمه بتاعتنا. تقدري تضيفي هنا بطاطس لو انت حابه، تقدري تضيفي كمان باميه، يبقى طاجن عكاوي كده بالباميه بالبسله. بس انا حبيت ان انا اعمله كده بس لان ايه، كنت خايفه اولادي ما ياكلوش الحاجات اللي فيه. انا شايفه ان الكميه حلوه ومناسبه، فقلت تمام قوي كده المره دي. بعد كده لو انا عملته تاني ممكن بقى اضيف فيه بسله، اضيف فيه بطاطس واعمله معاكم برضه. هنا حطينا كل حاجه، وحطيت قرن فلفل كده كمان يديها ريحه حلوه قوي ويخلي التست بتاعها عالي. هقفل عليها بالفويل كده واحطها في الفرن. هي مش تاخد معايا في الفرن اكتر من نص ساعه، انا عايزاها بس تاخد نفس الفرن وتبتدي كل المكونات دي مع بعض تندمج. هنرجع بقى الوصفه اللي بعد كده. طبعا انا بقسم لكم، انا كنت لسه حطاها هنا بتستوي كده على نار هاديه، بس انا بحاول ان انا ارتب لكم كل وصفه مع بعضها مش عشان ما تتوهوش مني. هنا بقى هنعمل بعد كده هنعصج لحمه. عايزه تعصجي لحمه اعملي الطريقه دي، مش هتنزل معاكي ميه، اللحمه هتبقى حلوه قوي مش مفروله. بصوا نتيجه جباره بجد. حطيت كده اي ماده دهنيه عندك، بس انا بحط طبعا بفضل الزيت. وحطيت بصلتين متوسطين كده وحطيت عليهم جزرايه صغيره. جربي بقى تحطي الجزر كده على اللحمه المفرومه، بجد بيديها سكاره وبينقلها في حته تانية خالص. اهم حاجه شوحت البصل بتاعي، وبعد كده نزلت بالجزرايه بشوحها كويس جدا لحد ما احس ان الجزرايه دابت كده ونزلت اللون بتاعها الاصفر.
بعد كده بنزل باللحمه بتاعتي. شايفين بوريكم ان مفيش اللحمه ما نزلتش اي ميه، مفيش عندي اي سوائل في اللحمه المفرومه خالص. بعد كده بنزل بالبهارات بتاعتي. معايا معلقه كبيره من الكزبره والبابريكا ومعلقه كبيره من السبع بهارات، وطبعا بظبط الملح بتاعي. هنا ببتدي اقلب فيها. اول ما حطيت اللحمه يعني انت بس بتقلبي كل المكونات تاخد السخونيه بتاعتها كده وسيبيها، سيبيها شويه وبعدين تعالي قلبيها تاني، ما تقعديش تقلبي فيها كتير من الاول علشان اللحمه بتنزلش الميه بتاعتها. بعد كده اديتها رشه من جوز الطيب عشان تفرق برده في اللحمه هنا وتديها طعم حلو قوي. شايفين بقى اللحمه بتاعتي اتعصجت وناشفه، ما فيهاش اي نسبه من السوائل. انا هنا كانت لحمه تعتبر يعني ما فيهاش نسبه دهون عاليه، تعتبر لحمه حمراء، فعصقتها بقى على نار هاديه كده. وكده اللحمه بتاعتي اتعصجت. بعد كده جبت حوالي 4 معالق من الزبده عليهم معلقتين من الزيت وسيحتهم زي ما انتم شايفين كده. هنعمل ايه؟ هنعمل صينيه جلاش باللحمه المفرومه بطريقه جميله جدا. بعد كده خدت السمنه بتاعتي او الزبده وحطيت عليها كوبايه من الزبادي او علبه من الزبادي الجاهز، عليها معلقه من النشا، عليها رشه من الملح بس، مش لا هنضيف بيكنج باودر ولا اي حاجه. النشا هنا هيبقى بديل البيكنج باودر، هيعمل لي التوريقه اللي انا عايزاها. بجيب الصينيه بتاعتي وبدهنها كده طبقه من السمنه، وباخد بقى طبقات الجلاش. انا بين كل راق وراق بحط سمنه، لو انت عايزاها مورقه وتكون طريه وحلوه بين كل راق وراق ادهني سمنه، يعني مش تحطي كل راقين او 3، لا، رق واحد من الجلاش وحطي سمنه زي ما انت شايفه كده بالخليط اللي احنا عملنا الزبادي مع الزبده مع النشا. هتخلي الجلاش بتاعك طري لتاني يوم، هيفضل بنفس الطراوه وهيبقى جميل جدا. وطبعا حطينا اللحمه بتاعتنا في النص كده وقفلنا عليهم، يعني ده كده الصينيه دي خدت معايا نص كيلو من الجلاش. بعد كده اللي فاض معايا في البوله حطيت عليهم كوبايه من اللبن وقلبتهم وسقيت بيهم صينيه الجلاش بتاعتي. وبقول لكم هسيبها كده 5 دقايق او 10 دقايق على الرخامه من قبل ما ادخلها الفرن يشرب اللبن بتاعي ويبتدي ينفخ كده، عشان لما يدخل الفرن بصوا هتلاقوه بيقب زي الفطير كده وطلع معانا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا نعمل معانا وصفه ثالثه معانا في نفس الفيديو. هنعمل معانا عيش حلو قوي ناكل بيه العكاوي بقى او الصوص اللي نازل منها. معايا هنا كيس من الخميره عليه معلقتين من السكر وهنقلبهم مع بعض. هنركن بقى الخميره دي بتاعتنا لحد ما نلاقيها تتفاعل كده وتشتغل، ومنها نتاكد ان الخميره دي شغاله معانا. انا بصراحه كان عندي الكيس ده بقاله مده فخفت ان انا اضيفه على دي على طول ما يكونش شغال، فعملت الخطوه دي على جنب، قلت اتاكد قبل ما احطه على الدقيق واخسر العجينه كلها. هنا معايا 5 كوبايات من الدقيق، 5 كوبايات حوالي كيلو من الدقيق، وابتديت ان انا انخلهم. خطوه نخل الدقيق مهمه، طبعا انا جايباه من السوبر ماركت زي ما انتم شايفين، بضمن ان انا وانا بنخله كده لو في اي حاجه ان انا ابتدي اتخلص منها. بعد كده بنزل بقى بمعلقه صغيره من الملح، ومعايا هنا معلقه او معلقتين من لبن البودره او كيس لبن لو انت بتجيبيه من الاكياس، كيس كامل كده من اللبن، هو عباره عن معلقتين بنحطهم على الدقيق. يبقى معانا هنا دقيق، معانا قلنا ايه، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ربع معلقه صغيره من الملح، ما تكتريش الملح قوي، ومعانا معلقتين من لبن البودر. وهنزل كمان ب3 معالق كبار من السمنه او الزبده اللي انت مسيحاها. هبتدي بقى اخلط كل المكونات دي مع بعض، اخلي الدقيق ده يشرب السمنه كويس قوي لحد ما يبقى عامل زي بصوا الرمله المبلوله كده، يعني كله السمنه مغلفه عندي كل الدقيق عشان نضمن ان العيش بتاعنا يطلع طري. شايفين بقى الخميره بتاعتي فارت واختمرت، وتاكدت كده ان الخميره بتاعتي تمام. هنا كنت بوريكم ان انا كان عندي لبن رايب في الفريزر، انا كنت مروباه، يعني كنت عامله بيه قرص في البيت يعني، وكان فاضي عندي، فطبعا خساره ان انا ارميهم، كنت حطاهم في علبه وقافلاهم وحطاهم في الفريزر. لما احتجت العيش ده بصراحه قلت بدل ما اعجن بميه او اعجن بلبن حليب، طب ما انا عندي اللبن الرايب ده في التلاجة. طب لكن انت تقدري تعجني بميه عادي من الحنفيه، مش هيجرى حاجه، او بلبن حليب الموجود عندك. هو اصلا العيش اصلا فيه لبن بودره وفيه السمنه او الزبده الموجوده، اصلا اللقمه بتاعتك هتبقى حلوه جدا. وبعدين بعجنهم زي ما انتم شايفين كده. باخد العجينه، ضروري جدا ان انت تعجني العجينه بتاعتك بالشكل اللي انت شايفاه ده، تاخديها على الرخامه بقى او في الطبق وتخدميها. يعني ايه تخدميها؟ يعني تعجنيها شويه كده لا يقل عن 5 دقايق عشان تاخدي عجينه كويسه الجلوتين شغال فيها، يفضل معاكي لقمه العيش حلوه. تعالوا نشوفها بقى بعد ما خمرت. طبعا ما خدتش معايا، عايزه اقول لكم ربع ساعه، لان طبعا المطبخ كنت شغاله فيه وكان الجو حر، وانا كنت شغاله فيه وكان الجو حر، اصلا الجو حر من غير حاجه. ابتديت اخد منها كور كده واقسم على الصواني بتاعتي. انا دهنه الصواني بتاعتي دي مسحه من الزبده طبعا عشان يعني ايه تبقى طعمها حلو كمان في قلب العيش. انت تقدري تمسحيها بالزيت لو انت حابه يعني تدهنيها بالزيت
براحتك، ده حاجه ترجع لك. بعد كده خدت الكوره وابتديت ان انا اضغطها الاول واسيبها عشان تريح معايا، ولما اجي افردها بصوا تفرد بالشكل ده بمنتهى السهوله. العجينه كانت تحفه وطريه. العيش بقى ده تقدري تعمليه كده تفطري بيه، تتعشوا بيه مع الولاد، تعمليه بالجبنه، تاكلي معاه جبنه، تعمليه اي حاجه حلو جدا تقدري تعمليه، وتديله رشه سكر من فوق يبقى حلو قوي مع الزبده كده. بصوا جميل، انت مش هتعرفي قد ايه العيش ده جميل الا لما تجربيه. بجد تحفه. ومش بيقب كده زي العيش الفينو، لا يعني عجينته حلوه وجميله جدا جدا جدا. انا بجد بقول لكم جربوه مش هتندموا، وجربوه وهستنى رايكم. اللي جربوا هيعجبوا جدا وهي مش هيبطل يعمله. هنا بقى بحاول انها زي ما انتم شايفين، بصوا العجينه بمنتهى السهوله بتتفرد معايا ازاي، مش محتاجه اي مجهود. عجينه لينه وحلوه قوي. هنا بعد ما فردته كده في كل الصواني اللي عملوا معايا حوالي خمس ترغيفه كده، ابتديت بقى بالشوكه، لان احنا مش عايزينه ينفش زي الفينو، لا احنا عايزين اللقمه تكون حلوه برضو، طريه من جوه بس مش نفس الوقت مش منفوخه قوي. ابتديت اخرمه بالشوكه كده. كل الصواني اللي عندي هعملها، طبعا الفرن عندي اصلا شغال. انا لما بيكون الفرن شغال ببتدي اعمل الحاجات بالترتيب، ان انا ممكن الفرن شغال فيها استفاد بان الفرن شغال حاطه فيه الطاجن، ما يبقاش شغال بس على الطاجن، لا اكون حاطه فيه مثلا لو هعمل عيش زي ده اسويه، لو حاطه صينيه جلاش زي اللي انا عملتها ده ندخلها فيه. يعني استغلي ان انت مشغله الفرن، مش مثلا تعملي الطاجن وتقعدي بعدين ساعه وتعملي وصفه تانية وترجعي تشغلي الفرن تاني، لا. حاولي كده ان انت تستفادي من الغاز الموجود ده، ان هو يسوي عندك وصفتين 3. بعد كده اديته مسحه من اللبن عشان طبعا يبقى لونه حلو، واديته رشه من السمسم وحبه البركه. وبكده العيش بتاعنا خلاص كان جاهز، ما بسيبوش يختمر تاني ولا اي حاجه، بدخله على الفرن طلع معانا بالشكل الجميل ده. وريحته اللي تجنن بجد، كان حلو حلو بجد جميل جدا. كده وصفة العيش بتاعتنا خلصت. يعني انا عملت معاكم، عملنا وصفة العكاوي، وعملنا وصفة الجلاش، وعملنا العيش. زي ما بقولك انا هحاول اقدم لك سفرة كاملة متكاملة كده فيها اصناف، ممكن ده يليق على ده. عملتهم كده طبعا وهغطيهم علشان ما ينشفوش معاكي، يفضل معاكي طري. تعالوا بقى نقطعه مع بعض كده ونشوفه. بصوا مش بيبقى مرتفع قوي بس هش من جوه، وطعمه بيكون جميل جدا. بعد كده هنعمل سلطة تليق مع الحاجات دي. والجو الحر طبعا، الجو الحر ده بنحتاج حاجات ترطب علينا وتكون كمان حلوة. معايا هنا علبتين من الزبادي، عليهم معلقتين كبار من المايونيز، بس انا كنت حاطه المايونيز في البولة تقريبا ما كانش باين. مايونيز على زبادي بقلبهم كويس جدا. بعد كده كنت بشر عندي خيارتين او 3، ومعاهم جزرايه صغيره كده او وسط، بشرتهم بالمبشره. هتبقى حلوه قوي ترطب مع الاكل ده. يعني احنا بنحتاج حاجات تكون سهله وسريعه، وفي نفس الوقت يعني الجو حر، محتاجين اكلات تبقى مش تقيله على معدتنا. وفي نفس الوقت الواحد اصلا بيبقى محتار في الحر ده ياكل ايه. كل يوم تقولي للولاد نعمل اكل ايه، يقول لك اللي تعمليه وانت بتبقي محتاره. فيا رب تاخدي فكره من الفيديو النهارده وتعملي الاكلات ديت. كده زينتها بالعيش اللي هو الشامي ده، جبته قطعته حمرته في الزيت، وابتديت ازين بيه كده بحيث ان انت تاكلي بيه السلطه، ده بيكون لذيذ جدا. هنا تعالوا بقى نشوف صينيه الجلاش بتاعتنا بعد ما بردت، نقطعها مع بعض ونشوفها من جوه كده، ونشوف اللحمه عامله ايه وتسويتها عامله ايه. شايفين التسويه بتاعتها مظبوطه جدا. وبصوا اللحمه جميله مع اضافه الجزريه دي، جربيها بتفرق جدا وبتخلي طعم اللحمه مختلف. عملت كمان رز بالشعريه كده بس ما صورتوش معاكم. كل طبعا عارفه. وانا بحاول ان انا يعني اقتصر على قد ما اقدر علشان ما يبقاش الفيديو طويل وتشوفوه. وادي الطاجن العكاوي طلع معانا، والعيش عملناه، والسلطه والجلاش والرز بتاعنا. يا رب النهارده يكون الوصفات عجبتكم. وده الحلو بتاعنا طبعا بعد ما زيناه، بس انا مش انا اللي قعدت ازينه بصراحه، انا اديته لبنتي وقلت لها بقى اقعدي زيني فيه براحتك. وكده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، واتمنى ان يكون الوصفات دي عجبتكم وتاخدي منها ولو وصفه واحده تعجبك وتجربيها، مش شرط تعملي كل الوصفات. هدفي الوحيد ان اللي يعمل حاجه وتعجبه يدعي لي، بس يعني يدعي لي دعوه واحده. اتمنى ان انتم تكونوا دايما بخير، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.